ربنا دايما 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 بيشجع صغار النفوس. خدوا بالكم ده أول كلمة. ربنا دايما مش عادة، دايما يشجع صغار النفوس. أنا مغلوب بالخطية، حاسس نفسي أجل واحد في الدنيا، وحاسس نفسي إن ما ينفعش أبقى وسطيكوا، وإزاي أنا أبقى كاهن وأقول الكلام ده، وإزاي أنا أبقى كاهن وأبقى أكذب، وإزاي أبقى كاهن وأنا كله ده من عدو الخير يصغر الإنسان يصغر. يا ما صدقوه، يا ما صدقوه كثير من الآباء الكهنة يجيب فكرة يقول لك أنا ما استاهلش الكلام ده، أنا هسيب الكلام ده. يا صدقوه أحيانا يأتي للإنسان شعور مثل هذا مع صغر النفس ومع ضعفه، يقول أنا مش نافع. ويا ما جت الآباء رهبان وبنسمع في تاريخ الكنيسة في السنكسار إن راهب من كتر ما هو مغلوب يعني من الخطايا والأفكار والعادات والشهوات والمناصب والسقطات يسحب البوجة بتاعته ولا خلاص مش سكة بياتي، ما ينفعش، أنا إنسان خاطئ وإنسان دنس. إزاي أنا أعيش في مجمع آباء رهبان قديسين؟ ودي اتحكت لسه قريب عن في قصة أبونا فلتأوس، شاب راهب أصابه الضجر وقال كده لا أنا ما ينفعش. تقريبا كان أخ تحت الراهب قال لا موتة من قصير، أنا مش هينفع، مش هقعد وسط القديسين دول. ربنا نبه، روح ربنا نبه أبونا فلتأوس قال له راح فين يا أخويا؟ تعالى، ده ربنا بتاعنا احنا بتاع الصغيرين. هنا غلام، أنت تعرف الغلام ده هيطلع منه إيه؟ تعجبني عبارة كتبها أحد الشباب، ما معناه يعني لا تيأس ولا تخاف، فرعاة الغنم دول صاروا حكام للأمم بعدين. مش ده حصل؟ مش داود كان راعي غنم؟ شوف بك الملك داود لغاية النهاردة، لغاية ما نروح السماء، مزامير تراتيل أبينا داود النبي الملك الطاهر. وخدوا بالكم برضه بقول لحضراتكم لحظة تانية، يقول إيه؟ الملك الطاهر. طب قول الملك الصالح. لا الملك الصالح ده محطة عند دير أبو سفيان. أنا بقول عليه الملك الطاهر، ده وجع في خطية الجسد، كنت هو مال مش تاب. أيوه أنا مش فاكر، نسيته، ده هو الملك الطاهر. يا رب اديله صفة، الملك الوديع اللي ما حبش يضرب شاول. لا ده الملك الطاهر. يا لحلاوتك يا رب، بياكل الضعيف والصغير بطل.